السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. انا اتأخرت عليكم كتير ويلا بينا نبدأ التوتوريال اللي انا راجعه لكم بيه ده، ويا رب يعجبكم. اول حاجة سرحت حواجبي ومشطتها. القلم اللي كان في ايدي دوت قلم من انستازيا. وبرضه هرسم انا بتعجبني بس الفرشة بتاعته. وبرضه هرسم حواجبي بال بالانستازيا اللي هو الجل بتاع الحواجب اللي عندهم. اول حاجه بدات بالسوفت براون في اول حاجبي كالعاده. وفي اخر حاجبي هشتغل باللي هو تشوكلت علشان اتقل الحاجب وارسمه واخليه شكله نظيف ومرتب وجميل. انا ما بقربش على اول الحاجب خالص يا بنات زي ما انتم شايفين. بسيب الشعر يبقى باين كده، ما بغطيش المكان اللي فيه شعر ده بالجل، لا بسيبه باين خالص. اخدت نفس الجل برضو بس درجة تانية مختلفة اللي هي الشوكليت. ورسمت بيها اخر حاجبي من ورا، وغمقت ليه في اخر حاجبي لان اخر حاجبي قصير، يعني حاجبي قصير وانا بحب حاجبي يبقى طويل. واملى اكتر الفراغات اللي فيه، هو مليان فراغات فانا بحب املاها اكتر. لو ما عندكيش الجل بتاع انستازيا تقدري تعملي نفس الخطوات باي حاجة عندك، يعني جل او شادو عادي. اخدت المسكرة ديت من بورجوا رقمها رقم 3. ومشطت بس شعر بتاع حاجبي. فايدة المسكرة ايه؟ فايدة المسكرة ان هي بتخلي يعني ادمج اللون الفاتح اللي في الاول مع الغامق اللي في الاخر، وتظبط لي شكل الحاجب وتخليه كله لون واحد. بعد كده نضفت تحت حواجبي بالكاموفلاج من كريولان. اللي ما عندهاش الكاموفلاج بتنضف بأي نوع كونسيلر. انا بفضل الكاموفلاج ليه؟ وايه هو الكاموفلاج؟ الكاموفلاج ده نوع كونسيلر يا بنات تقيل جدا، بيخفي الحاجة اللي تحته قوي جدا جدا. انا بحطه عشان يشيل الشعر الزيادة، وعلشان هو تقيل في قوامه وبيتحول يعني ما بيبقاش كريمي، ما بيتزحلقش تحت حاجبي وما بيسمحش ان حاجبي يسيح. بعد كده زي ما انتوا شايفين وصلت الحاجبين ببعض بالطريقة اللي انا عملتها ديت علشان بس اتأكد ان الحواجب مظبوطة على قد ما اقدر، على الاقل من الامام. بعد كده جبت الفرشة ديت من ريال تكنيك ودمجت الكامافلاج. لازم ادمجه بفرشة بدل البيوتي بلندر عشان ما يشيلهوش خالص. البيوتي بلندر هتشيله. البالت اللي هنستخدمها النهاردة هي البالت ديت من انستازيا. الالوان بتاعتها جميلة زي ما انتوا شايفين يا بنات، وهو الفيديو برضو هعرفكم فيه منتجات جديدة انا جربتها وعجبتني. اول لون هناخده خالص هو اللون الفاتح دوت. بصراحة البالت في منتهى الجمال بجد يا بنات، حلوة قوي قوي قوي، زبدة زي ما بيقولوا. اخدت البرايمر اللي استخدمته من ايسنس وحطيته على الجفن المتحرك بس في عينيا، لان خلاص تحت الحاجب متثبت بالكاموفلاج وخلصان. وبعدين نزلت شويه شويه صغيرين بالبرايمر على الطرف بتاع عيني من تحت، لما اكون اللوك اللي انا هعمله هنزل فيه بالشادو لتحت. اخدت برضو نفس اول لون واخدته بالفرشه اللي انتوا شايفينها ديت. الفرشه دي من بي اتش كوزماتيك. انا حطيت من اللون على الجفن كامل عشان يخلي لي الجفن كله لون واحد، ويكون متوحد واقدر اشتغل كويس. الشادو ناعم جدا بتاع الانستازيا دوت، فسمح لي ان انا ادمج الالوان بسرعه. الفرشه اللي جايه مع الباليت فيها فرشه دمج وفرشه اي شادو، هي فرشه واحده فيها من يم فرشه دمج وفرشه اي شادو. فرشه الدمج جميله، شايفين؟ عجبتني جدا. يعني هو الاي شادو بيندمج بسرعه، وفرشه الدمج من الفرش الخشنه شويه اللي انا بحبها في الدمج. يعني انا بحب فرشه الدمج تكون خشنه ما تكونش ناعمه. وبعدين اخدت اللون اللي على يعني بني عنابي كده. هم بنات عاملين الوان في الباليت دي الوان حلوه، الوان رائعه. حطيته زي ما انتوا شايفين، ركزته وبعدين دمجت اطرافه. وبعدين لما دمجت اطرافه واللون ابتدى يخف، انطلقت بقى، بقيت ادمج يمين وشمال براحتي. كل التركيز بيكون على طرف العين بس. عشان اركز اللون اكتر اخدت البني اللون دوت
وبس هو ما طلعش البني اللي انا عايزاه، يعني طلع بني على جراي شويه، لا انا كنت عايزاه بني، كنت فاكراه بني محمر في الباليت، لكن هو طلع كده بس عادي. دمجته ورجعت حطيت من اللون الاحمر نتفاية عليه تاني علشان اخليه ماشي مع الحاجات مع بعضيها يعني. زي ما انتوا شايفين اخدت اللون الذهبي، اللون ده فيه شمر شوية، حطيته على الجفن المتحرك من بداية عيني لاخرها، وبعدين اخدت اللون الافتح منه اللي هو الدرجة اللي فوقيه على طول، حطيته في نقطة السبوت لايت اللي هي بتكون فوق ال الجفن المتحرك على طول، اللي هي في النص. نفضت الزيادة تحت عينيا بفرشة زويفا، ودلوقتي هجرب دلوقتي ولا ايه، هنحط الفيت مي كونسيلر. الفيت مي كونسيلر حبيبي من احلى واحسن انواع الكونسيلر اللي ممكن تلاقوه. هتلاقوا الكونسيلر والباليت، انا حطيت الاول درجة رقم 10 علشان تخفي معايا الهالات شوية، وبعدين حطيت درجة رقم 15 عشان تفتح، بس للأسف طلعت على روز فما حبيتهاش. رحت حاطة الباودر اللي لونها اصفر ديت من كريولان عليه عشان ارجع الكونسيلر للون الاصفر، لاني مش بحب الكونسيلر يكون لونه بينك. والفاونديشن كمان اللي كنت حاطاه كان لونه اصفر جدا، فما كانش ينفع اني اخلي الكونسيلر لون تاني. الفيت مي والشادو والكمان الباودر هتلاقوها عند ميلا ميك اب، وهسيب لكم اللينك بتاعها تحت في صندوق الوصف. كمان اخدت نفس الالوان اللي انا عملتها فوق عينيا تقريبا بنفس التدريج. اخدت اللون اللي على احمر ده شوية، حطيته تحت الجفن بتاع خط الرموش، وتقلته درجة درجة زي ما انتوا شايفين. اخدت الاورنج الاول اللي هو كان على اورنج دوت اللون الانتقالي، وبعدين اخدت الاحمر، وبعدين اخدت اللون اللي على بني، بس ده عملته في الاخر خالص. تعالوا بس نشوف نكمل باقي الرسمة. وزي ما انتوا شايفين رفعت الخط اللي تحت عينيا مع الشادو اللي فوق ودمجتهم كلهم تاني بحيث كله يكون زي بعضه. الجل لاينر اللي انا حطيته جوه عينيا من انجلوت 77. الجل لاينر دوت ما بيسحش مع العرق ولا الدموع ولا اي حاجة، لان هو ووتر بروف، ووتر بروف يعني اسم على مسمى، ضد المية بجد وحلو جدا. حطيت منه كمان جوه عينيا. الفرشه الاولانيه اللي استخدمتها كانت من بي اتش كوزماتيك لان هي تخينه شويه، فرشه ايلاينر تخينه. اما الفرشه الرفيعه دي اللي بحبها جدا في الرسم، وهي اللي عملت لي الوينج بتاع اللاينر اللي في مدمع العين ده، هي من جيس اب. والفرش دي انا قلت عنها قبل كده ان هي كويسه جدا يا بنات، والبنات اللي متابعاني على سناب شات انا قلت كل حاجه استخدمتها في اللوك ده. جبت الفرشة الصغيرة ديت من كوستال سنت، ودمجت طرف الجل لاينر في عينيا، وكمان حطيت مسكرة، وحطيت من اللون الشمر شوية اللي هو بيلمع عند تحت الوينج بتاع الخط بتاع اللاينر عند مدمع العين. الرموش اللي استخدمتها هي بشاير جمعة، الرموش اسمها روان. طبعا رموش بشاير جمعة زي ما قلت لكم هي رموش ممتازة جدا في الكواليتي وفي الشكل بتاعها. حسيتها سنة ان هي ما كانتش ماشية قوي مع اللوك، بس حسيت ان هي ادت نعومة حلوة، او مش ماشية مع عيني يعني، انا مش عارفة كان الغلط فين، بس انا بحب الرموش عموما وبحب احط كل الانواع مش بيفرق معايا. زي ما انتم شايفين رسمة العين في الاخر بعد ما خلصت كانت حلوة وكانت سهلة في نفس الوقت، يعني ما خدتش مني وقت كتير وما خدتش مجهود كبير. ما حطيتش ايلاينر من فوق، واكتفيت بالرمش لانه تخين شوية. الكونتور اللي استخدمته هما اللونين دول من انستازيا برضو. كونتور انستازيا من الكونتور برضو اللي هو ناعم جدا جدا جدا. الفاونديشن اللي انا حطيته كان من فلورمار، وانتوا شفتوني قبل كده حطيت فاونديشن اكتر من مره يعني، فما حبيتش اشوفه. القلم ده غلطه، معرفش ايه اللي جابه في الفيديو. الهايلايتر اللي انا حطيته هو برضو من انستازيا. اخدت اللون دوت الدرجه دي من الجلو كيت دوت بتاع انستازيا، والدرجه الصفرا دي هي بس اللي بتمشي عليا. حطيته بالبروش ديت من بي اتش، وزي ما قلت لكم البروش دي بتحط هايلايتر تحفة جدا بطريقة حلوة قوي. وحطيته زي ما انتوا شايفين يمين وشمال، وبنزل باتجاه الشعر عشان يكون شكله كويس. حطيت على طرف انفي، وحطيت على دقني، وبكده بيكون اللوك خلص يا بنات. وبس حطيت بلاشر من نفس الكونتور بتاع انستازيا، اللون اللي هو بتاع البرونزاج.
بس كده. والروج من كلر بوب، وهسيب لكم كل الحاجات في صندوق الوصف. يا رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.